النهاردة 7 رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. في يوم زي ده من أكتر من 1000 سنة، وبالتحديد 7 رمضان سنة 361 هجريا، كانت القاهرة على موعد مع أول صلاة جمعة في جامع الأزهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهو أول جامع عمله الفاطميين في مصر عشان يكون معهد لتعليم المذهب الشيعي ونشره، والأزهر رابع أقدم مساجد مصر بعد جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر وجامع أحمد بن طولون. أما عن الاسم ففي عن أصله روايات كتير، لكن الرواية الأرجح بتقول إن الفاطميين سموه الأزهر لتكريم ستنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولما خرج الفاطميين من مصر وتولى صلاح الدين الأيوبي الحكم، قفل الجامع عشان يمنع دراسة المذهب الشيعي، وفضل الجامع مقفول لمدة 100 سنة. وفي عهد الظاهر بيبرس فتح الجامع أبوابه مرة تانية سنة 672 هجريا، لكن التدريس فيه بقى وفقا للمذهب السني. لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، واشوفكم في حلقة من حلقات شروق في ايه؟